السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله كده دايما تكونوا معانا بخير وبصحة وسلام، وكل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده معانا تالت يوم العيد ان شاء الله. ان شاء الله جاية اشارككم باكلة حلوة وخفيفة ولذيذة وكل الناس بيحبوها، وكل عندك اكيد في البيت اسرتك كلها اكيد بتحبها. النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة المشوية. جايالك بقى بتتبيله هتعتمديها، تتبيله لحمه مشويه تحفه. هقولك المقادير وبرده هقولها لك سريعا كده هو، واللي عايز المقادير بالظبط ادخلي على صندوق الوصف هتلاقي عندك المقادير كلها مكتوبه. هنسمي الله كده حبايبي ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا كده اللحمه بتاعتنا متبله. عباره عن نص كيلو لحمه متبل في ايه، فعباره عن بصلايه حلوه كبيره. بتاخديها تبشريها وتاخدي الميه بتاعتها، بتبشريها وتعصريها وتاخدي الميه بتاعتها. وعباره عن قطعتين طماطم، حبايتين طماطم مبشورين برضو متصفيين، بتاخدي الميه بتاعتها. يبقى احنا كده معانا نص كيلو لحمه. عملنا ايه؟ اخدنا بصلايه كبيره حلوه كده بتعصريها وبتاخدي ميتها وبتحطيها، وبعد كده بتاخدي طماطمتين بتعصريهم وتحطي الطماطم اللي انت عصرتيها على البصل اللي انت عصراه، وتبداي بقى تحطي كل البهارات اللي عندك. عباره عن ايه البهارات؟ عباره عن ملح وفلفل اسمر، معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل اسمر، معلقه شطه، معلقه بهارات لحمه. كل ده بتحطيه مع معلقه صلصه صغيره قوي، مع معلقه خل، مع نص ليمونه. لو ليمونه صغيره بتاخدي ليمونه كامله، لو ليمونه كبيره بتاخدي نصها. تمام. ومعلقه خل زي ما قلنا، ونقطه زيت صغيره ما تسكرش، يعني نقطه صغيره. كل ده بتحطيه مع بعضيه في قلب البوله، وتبداي تدخلي اللحمه بتاعتك تتشرب بقى من التتبيله الحلوه دي. او برده معلقه توم باودر، وبرده زي ما قلت لك انا كل المقادير بتاعتها بتاعت التتبيله دي هكتبها لك في صندوق الوصف، عشان لو هو حد حابب يعني يشوفها في صندوق الوصف. التتبيله دي يا جماعه تحفه تحفه تحفه. بتخلي اللحم كده دايب ومسكر وطعمه جميل جدا. والتتبيله بقى دي بتتحط، اللحمه بقى في التتبيله دي بتتحط من ساعتين تحطيها ساعتين. لو انت مستعجله قوي ممكن ساعه، يعني ممكن ساعه عادي تكفي، لان التتبيله اصلا تحفه بتخش بتتغلغل في كل المكونات بتاعه اللحمه، في الانسجه بتاعه اللحمه. تسيبيها من ساعتين، كل ما تسيبيها هيكون احسن. يعني لو انت عندك وقت وعندك فرصه ان انت تسيبيها الساعتين بتوعك سيبيها، مفيش وقت بقى ومستعجله ومتسرعه وكده، خلاص يبقى هي ساعه تمام قوي. وصدقيني التتبيله دي حلوه جدا 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 وهتعتمديها. ويلا بقى بينا كده مع بعض. وطبعا دي زي ما دي بقى مقادير الطحينه. دلوقتي برضو هنعلق على اللحمه، هنبدا نشوي فيها، وهنبدا نيجي نشرح لكم مقادير الطحينه، عشان طبعا لحمه مشويه يعني طحينه يعني لحمه مشويه، لازم الاتنين ايه بيحبوا بعض يعني. هنسمي الله كده ونشغل مع بعض البوتاجاز. هتبداي تسخني الجريل بتاعك كويس، نسيب الجريل كده يسخن معانا علشان ايه تبداي بقى ايه تنزلي باللحمه بتاعتك. طبعا بقى دي اكله حلوه، وطبعا اكيد كل افراد اسرتك بتحبها، وكل عام وانتم بخير. طبعا احنا في عيد اللحمه. يلا بقى كده قومي تشجعي بنص كيلو لحمه بس، هتعملي احلى اكل لاولادك. وطبعا ممكن يتقدم بقى معاها بطاطس محمره، طبق بطاطس محمره مع طبق طحينه زي ما قلت لك. طحينه حبيبه اللحمه المشويه، واللحمه المشويه حبيبه الطحينه. عايزه تعملي مكرونه زي ما انت حابه وزي ما اولادك يحبوا، كل واحد حسب ذوقه بقى وحسب ايه ما هو ايه بيحب كده. حبايبي بقى الجريل بدأ كده يسخن معانا، هنبدأ كده نسمي الله وننزل باللحمه بتاعتنا. تبدأي بقى كده انزلي، بصي انزلي بقى باللحمه بتاعتك. نغسل ايدينا بقى
دلوقتي يا حبايبي احنا حطينا اللحمه مع بعض وبدانا نهدي النار كده عليها. نخلي النار بتاعتك وسط عشان اللحمه بتاعتك تستوي معاكي كده وتبقى وتغطي كده عليها عشان البخار يبدا ان هو يسوي اللحمه بتاعتك، تبقى اللحمه تحفه كده معاكي ومستويه. ودلوقتي بقى حبايبي هنيجي بقى ايه نشرح مع بعض مقادير الطحينه زي ما اتفقنا. دلوقتي كده معانا كده الطبق اللي هنعمل فيه الطحينه، ومعانا بقى ايه البهارات اللي احنا هنستعملها في الطحينه. معانا ايه؟ معانا معلقه كمون، معلقه كمون محترمه، معلقه كمون حلوه كده محترمه كبيره، ومعانا معلقه كزبره صغيره، ومعانا معلقه توم باودر صغيره، ومعانا معلقه فلفل اسمر صغيره، ومعانا معلقه شطه صغيره، ومعانا معلقه ملح، ومعانا طبعا الليمون، ومعانا كده ما يعادل معلقتين خل كده وسط، يعني معلقتين خل كده. هنسمي الله كده ونبدا. هنجيب الطحينه بتاعتنا نبدا ننزل بيها كده في الطبق. طبعا الطحينه ايه بتبقى حلوه قوي مع المشويات عموما، لحمه بقى مشويه بقى كفته مشويه، الطحينه بتبقى حلوه قوي في الوقت ده. كده هنسمي الله كده ونبدا ننزل بايه بالطحينه بتاعتنا. تاخدي كده شويه ايه طحينه، تبداي بقى ايه تنزلي بقى على الطحينه بتاعتك بالايه بالبهارات زي ما اتفقنا، البهارات بتاعتنا. تحطي بقى ايه الطحينه كده، تقلبي كده، تبداي تنزلي بقى ايه بالبهارات بقى ايه بتاعتك. تبداي ايه تنزلي بالبهارات اللي معانا دي كلها، تبداي تنزلي بالبهارات. نجيب بقى معلقه كبيره كده. بصوا بقى حبايبي كده تبداي بقى ايه تقلبي اللحمه بتاعتك على الوش التاني، تبداي كده تقلبيها على الوش التاني عشان ايه تضمني سواها من فوق ومن تحت، تبقى كده ضامنه ان كل قطع اللحمه بتاعتك ايه مستويه. بصوا بقى الريحه بقى، ريحه التتبيله بقى اللي كانت متبله فيها، عايزه اقول لكم الريحه قلبة الدنيا، الريحه تحفه. يا ريت بقى اللي مشتركش في القناه، كل اللي يتفرج بقى على الفيديو ده يتفاعل كده معانا ويعمل لايكات بقى كتير ويشترك في القناه. لو بتتفرجي على الفيديو يلا خشي عشان ما تنسيش، خشي اشتركي في القناه عشان تشرفينا كده وتنورينا وتبقي فرد من افراد عيلتنا، وقناتنا كده تكبر بيكوا وبدعمكم ان شاء الله كده بوجودكم معانا عشان تشوفوا بقى احلى الوصفات معانا. بصوا بقى اللحمه بدات تاخد معانا اللون، بصي بقى، والريحه بقى ايه. كنت اتمنى كلكم كده تبقوا معانا عشان تاكلوا معانا احلى لحمه مشويه باحلى تتبيله. صدقيني التتبيله دي انت هتعتمديها، هتبقى من ضمن الحاجات اللي خلاص دي تتبيله اللحمه المشويه، هتبقى حاجه معتمده بالنسبه لك. بتدي طراوه للحمه، بتدي طعم جميل، الريحه تحفه تحفه تحفه. جربي صدقيني مش هتندمي. بصوا بقى حبايبي اللحمه كده بدات تاخد معانا اللون، بصوا خدت لون من تحت وخدت معانا لون من فوق. بصوا هنبدا بقى نطلع اللحمه بتاعتنا وننزل بقى ببقيه الكميه. هنبدا كده نطلع اللحمه بتاعتنا، بصي مستويه ودايبه دوب، تتبيله بصي خليتها دايبه دوب، بقت كده ايه تحفه. صدقيني التتبيله دي لو جربتيها هتعتمديها. نبدا بقى ننزل ببقيه الكميه معانا. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى، بصوا البخار بقى كده طالع بقى وريحه التتبيله تحفه. اتمنى بقى كل اللي يشوف الفيديو ده يعمل لايك ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد. وعايزه رايكم في التعليقات، تكتبوا لي بقى رايكم في التعليقات ايه، تعليقاتكم الجميله كده اللي كلها طاقه ايجابيه كده وبتدعمنا كده وبتحمسنا نعمل لكم الاحسن والاحسن والاحسن. ولو اتفرجتي على الفيديو وعجبك ما تنسيش تشتركي في القناه عشان تنضمي لعيلتنا الجميله وقناتنا كده الصغيره تكبر بيكي. بصوا بقى كده حبايبي الطحينه، حطينا الطحينه مع بعض وحطينا نزلنا بالبهارات اللي قلت لكم عليها والليمون وشويه الخل الصغيرين، معلقتين الخل الصغيرين،
وشويه الميه برده الصغيرين زي شقشق ميه كده، شويه ميه كده، معلقتين ميه كده، بحيث ان هما ايه يخلوا الطحينه معاكي تبقى ايه السمك بتاعها كده يبدا يمتزج بسهوله. وتبداي بقى ايه مع التقليب، تفضلي كده تقلبي بقى، وانت ايه على حسب ما انت بتحبي السمك بتاعها، بتحبيها تقيله بتحبيها خفيفه، دي حاجه برده ايه ترجع لك حسب ايه ما انت بتحبي. تفضلي كده تقلبي عشان يبقى الايه القوام بتاعها حلو معاكي. لو لقيتي القوام بتاعها تخين وعايزه تخفيها هتحطي شويه ميه صغيرين، معلقه ميه. لو لقيتي القوام بتاعها خفيف هتحطي معلقه طحينه، وتبداي برده مع الايه مع الخلط كده ايه الجيد، تفضلي ايه تقلبي كده اهو فيها عشان كل بقى البهارات والليمون والخل وشويه الميه، معلقتين الميه الصغيرين اللي احنا حطيناهم كله كده يمتزج في قلب بعضه، وتاكلي احلى طحينه بقى. طحينه بقى ايه تحفه كده بقى، بقت جاهزه كده معانا. بصوا السمك ده كده حلو. هنبدا بقى ايه كده، هنبدا بقى نحط الطحينه شويه كده على جنب عشان نقدمها بقى مع اللحمه المشويه بتاعتنا. يلا بقى كده نروح نبص على سوى اللحمه حبايبي معانا مع بعض. هنبدا بقى كده نشوف كده، نبدا نقلب اللحمه بتاعتنا على الوش التاني زي ما قلت لك عشان كله تضمني سواها. بصوا بصوا بقى الجمال، وبصوا احلى ريحه بقى واحلى دخانه بقى. التتبيله مش قادره اقول لك، كانك كده قاعده في اشهر المحلات واشهر المطاعم. هتشم ريحه ايه احلى ريحه. كل اللي هيدوقها منك وهياكلها هيقولك تسلم ايدك، واللحمه هتدوب معاكي دوب، هتدوب كده من قبل ما تندغيها ومن قبل ما تاكليها. بصوا كده بدأنا نقلب على الوش التاني، على الوش التاني. هنبدأ بقى حبايبي بصوا كده احنا قلبناها بقى خلاص. هنبدأ نغطي كده عليها عشان زي ما اتفقنا ان البخار يساعد ايه انها تستوي كده ويخش جوه الانسجه بتاعتها. بصوا بقى اللحمه بتاعتنا بدأت كده تاخد اللون معانا، وبدأت كده ايه تستوي. بس برضه هنصبر عليها شويه عشان ايه لحمه مشويه بقى لازم نشوي فيها كويس. نبدأ كده نقلب فيها عشان زي ما قلت لك تبقى من بره ومن جوه كده، ومن على الوشين تبقى ايه مستويه ومتحمره كده وايه مشويه كويس. لحمه مشويه بقى لازم ايه نتوصف الشوي بتاعها. بصي بقى احلى دخانه، هتشم بقى ايه ريحه بقى ودخانه على طريقه اشهر المحلات. جربي طريقتي ومش هتندمي. دلوقتي بقى حبايبي اللحمه استوت معانا وبقت تحفه وريحتها تحفه. بصي بقى سواها، بصي بقت تحفه ازاي معانا، شايفه كأنك كده جايباها من اشهر المحلات. اللي هياكلها مش هيصدق انك عاملاها في البيت، هيقولك انت جايباها جاهزه ومنين. اعملي طريقتي وهتدعي لي. وعايزه بقى اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد مننا. وطبعا حبيبتي بقى الطحينه معانا اهي، بتقدمي معاها الطحينه وبتقدمي معاها البطاطس المحمره الحلوه بتاعتك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وان شاء الله كده هتشوفوا الاحسن والاحسن. انتظري مني احلى الوصفات بأسهل الطرق وأبسط الطرق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.